رغم أن أجسامهم وأشكالهم تشابه تماما أجسام وأشكال جيرانهم من البشر. أصابع الاتهام طالت الكثيرين في كل مكان في بورسعيد، ولا زلنا عاجزين عن تأكيد أو نفي أي اتهام إلى أي شخص بعينه، رغم أن شواهدا عدة أحاطت بنجوم شهيرة ومسؤولين كبار في قطاعي الرياضة والداخلية. ولكن ماذا عن محمد غندر مراسل مودرن الدائم في بورسعيد؟ محمد غندر شاهد على المجزرة فقط، أو ساكت عن المجزرة رغم علمه المسبق بها وبخطورتها، أو مشارك في المؤامرة؟ كلها شائعات تتناثر الآن على مواقع الأخبار المتنوعة. والإعلامي البورسعيدي الذي كذب بكل شدة كل الاتهامات الموجهة إليه وقع في شر أعماله بعد أن كذب علنا غير مرة على الهواء في سياق اعترافاته بأعماله وأفعاله في الملعب بعد المباراة. وهو اليوم بات محبوسا في أضيق الأقفاص، عاجزا عن الهروب من اعترافاته ومن أكاذيبه ومن المصير الغامض الذي ينتظره على كل الأصعدة. ورغم أنه في مجال الإعلام يخشى المتنافسون من الحديث عن زملائهم وعن برامجهم، لكنني كنت وسأظل دائما حريصا على الإشادة بأي عمل إعلامي جيد، أي عمل إعلامي مفيد للرياضة أو للمجتمع، حتى لو جاء من شخص سبني يوما على الهواء أو أهانني كثيرا على الهواء. وها أنا ذا اليوم أشيد وبكل الوضوح بما فعله الزميل مدحت شلبي في حلقة تاريخية من مساء الأنوار أمس على قناة مودرن سبورت. حلقة تأخرت 6 أيام عن الموعد المقرر بعد 6 أيام كاملة من الجريمة الأولى في تاريخ مصر ضد الإنسانية، أو المجزرة المروعة التي مارستها جماهير المصري البورسعيدية بوحشية ضد الآلاف من جماهير الأهلي القادمة من القاهرة والمحافظات الأخرى، وانتهت بسقوط 150 بريئا نحتسبهم عند الله شهداء، وإصابة أكثر من 1000 شخص. اللقطات التي عرضتها قناة مودرن كشفت وجوه القتلة وعمليات القتل الجماعي والإبادة لجمهور الأهلي، وكشفت الاحتفالات الأسطورية للقتلة أمام كاميرا مودرن بقيادة محمد غندر. مراسل مودرن يكذب علنا مؤكدا أن كاميرا القناة لم تلتقط أي مشاهد للمجزرة من الملعب على الإطلاق بعد المباراة، وإنها اتجهت على الفور إلى داخل غرفة ملابس فريق المصري البورسعيدي لإجراء الحوارات مع اللاعبين والمدربين المنتصرين. غندر أكد تواجده في غرفة الملابس وقت المجزرة، متمسكا ومؤكدا على كل ما قاله. وإذا باللقطات الملتقطة بكاميرا مودرن وبتعليمات من غندر تكشف عشرات المشاهد المرعبة لعمليات القتل وتفاصيلها، والتفاف مجموعات من القتلة من جماهير المصري البورسعيدي حول ضحية واحدة من جمهور الأهلي والإجهاز عليه وتركه جثة هامدة ونزع قميصه وموبايله، ثم الاتجاه إلى ضحايا آخرين على مرأى ومسمع من الملايين دون رادع من الأمن المتواطئ ودون وازع من ضمائرهم الميتة أو الحيوانية. الدقائق التي زادت على 15 دقيقة من زمن الفيلم المصور بكاميرا مودرن وبتعليمات من غندر للأسف غاب أكثرها، ولا يعلم أحد إلا الله هل ستظهر أم إنها أعدمت إلى الأبد. ولحسن الحظ ظهر أقل زمن من الفيلم الرهيب، ظهر وكأنه أكثر أفلام الرعب في تاريخ مصر. وللحسن الحظ أذاعته القناة على الهواء أمس، ورغم أنه أصاب الملايين من المصريين بفزع غير مسبوق إلا أنه حدث، وأكد أن ما حدث كان حقيقيا وبأيدي قتلة من المفترض أنهم بشر وأنهم مصريون. اللقطات قدمت دليلا لا يقبل الشك
حول تورط محمد غندر في كذب غير مبرر. الدليل هو تصوير لقطة لجماهير المصري البورسعيدي في قلب ملعب المباراة حاملة اللافتة الضخمة التي يقولون أنها كانت مع جمهور الأهلي وأن بها إساءات للمدينة. تبادل حامل اللافتة في أرض الملعب الاحتفال والرقص بطريقة هستيرية وبشكل انفجاري، وكأنهم حرروا فلسطين وكأنهم استعادوا القدس والمسجد الأقصى. ظهر بعضهم ممسكا في أيديهم بالفانيلات الحمراء التي انتزعوها من أجسام ضحاياهم من الشهداء. مشهد زمنه على الأقل ربع أو ثلث ساعة بعد انفجار المذبحة، ويثبت أن كاميرا مودرن ظلت في قلب الأحداث من لحظة إطلاق صفارة النهاية وحتى آخر لحظة، وهي لحظة الاحتفال بالنصر والإبادة للأعداء القادمين من خارج بورسعيد. وغندر يقول أنه غادر الملعب على الفور. محمد غندر أصبح من أعمدة القضية التي هزت العالم بفظاعة وأهوال أحداثها. واسمعوا معي، بقاء ذلك الشخص الذي أوقفته قناة مودرن أمس بقاءه حرا طليقا يعرض العدالة للخطر. بقاء غندر طليقا يعرض العدالة للخطر إزاء إمكانية قيامه شخصيا سواء برغبته أو تحت ضغوط أو تحت تهديدات لطمس الحقائق وإفساد الأدلة. أول خطر عليه أن يقوم تحت تهديد بإفساد الحقائق والأدلة. ثانيا، بقاؤه حرا طليقا يعرض حياته للخطر. يعرض حياته للخطر. انقذوا محمد غندر، انقذوا محمد غندر. حياته معرضة للخطر من قتلة جمهور الأهلي، من المتورطين في المذبحة الذين سيسعون جاهدين لإبعاده نهائيا عن مسرح الأحداث، عن العالم بصفته أعلم الشهود. وانتهز الفرصة لأوجه نداء عاجلا إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوي بصفته حاكم البلاد للتحفظ السريع على محمد غندر مراسل قناة مودرن في مكان آمن. أرجوكم حافظوا على حياة محمد غندر، احموه من نفسه، احموه من أعدائه، حافظوا عليه شاهدا فريدا بعينيه وكاميراته. اعترافات محمد غندر إذا حدثت ستجلي أسرارا وتفضح مؤامرات كثيرة، بينها ما سبق المباراة بأيام وبينها ما دار خلالها. تذكروا أننا من اليوم الأول ركزنا بكل قوة ووضوح أن القتلة لجمهور الأهلي من جمهور المصري البورسعيدي، وأن إقحام البلطجية تمثيلية لإخفاء مؤامرة الفاسدين من وزارة الداخلية أو للتقليل من دور تلك المؤامرة. ها هو شريط قناة مودرن يكشف كل شيء، يكشف القتلة من بورسعيد من جمهور النادي المصري. عبر 4 حلقات سابقة كنا واضحين كالشمس، كنا محددين للغاية في استبعاد أوهام وتمثيليات البلطجية زوار بورسعيد. ركزنا من حلقة إلى أخرى ومن فقرة إلى فقرة أن القتلة من بورسعيد من جمهور النادي المصري. تابعوا معي ماذا قلنا.